مكمن خطورة الأهلي في تريزيجيه وإمام وزيزو أو حسين الشحات إذا لعبوا. كان زمان المدربين بيلعبوا مان تو مان، فنفسي معتمد جمال يوقف مع كل واحد فيهم لعيب من الزمالك، إذا قدر يحجمهم ويمنع خطورتهم الأهلي مش هيكون له أي خطورة. ونفسي يلعب ببزيرة ناحية الشمال زي ما عمل في مباراة شباب بولزداد علشان يبعدوا عن كوكا اللي لعب عليه خشن جدا في المباراة الأولى وكسروا طحنه بمعنى الكلمة والحكم ما حماهوش. فهو لو لعبه ناحية الشمال إن شاء الله يتألق ويصنع ويسجل مع ناصر منسي وعدي. ويا ترى هنشوف جماهير الأهلي تشجع الزمالك لأول مرة في تاريخها زي ما عملوا مع بيراميدز في الهدف الثالث وعملوا مع الترجي. كتير من الجماهير الأهلاوية حتى الموجودين في الملعب شفناهم في الفيديوهات شجعهم المنافس مش علشان حب ليهم وإنما نكاية وشماتة في لاعبيهم. وأنا إن شاء الله حاسس إن الزمالك يفوز 2 أو 3 والأهلاوية هيشجعوا الزملكاوية. نفسي بس الناس اللي انتقدت معتمد جمال لإجلاسه الثلاثي في مباراة إنبي يعذروه، لأن ما كانش حد يتوقع هزيمة الأهلي بالثلاثية. الأهلي كان ممكن يغلب بيراميدز وحظه عالي على الزمالك فيغلب الزمالك. لو تساوينا في النقاط معاه كانت هتبقى المواجهات المباشرة في صالح الأهلي ويفوز بالدوري. فمعتمد جمال عمل الصح. وإنما لو تساوينا مع بيراميدز في المواجهات في النقاط فالمواجهات المباشرة هتكون في صالحنا وإن شاء الله نفوز بالدوري وبإذن الله ما نلجأش إلى هذا السيناريو.